كنت قاعدة عند أختي بنشوف إيه اللي ناقص في حاجة المدارس، فقلت لها بقول لك إيه، أنا دفعت جزء من المصاريف واستلمت الكتب، لسه اللبس والكتب الخارجية. أنا كنت قايلة لك تسيبي لي الكتب الخارجية بتاعت السنة اللي فاتت لعيالي، ما أنت عارفة إن الفرق بين عيالي وعيالك سنة. قالت لي أيوة طبعا، جمعتهم لك ومعاهم كمان اليونيفورم بتاع المدارس، هقوم أجيبهم لك. وقامت تجيبهم وأنا قعدت أحسب المصاريف والأقساط والديون اللي علينا، وفجأة ببص على التسريحة لقيت الدرج مفتوح ومليان فلوس، ولقيت على التسريحة سلسلة دهب شكلها تقيل قوي. ده أنا لو خدت السلسلة دي وبعتها هسدد كل ديوني، ولا أخد الفلوس؟ مش هتحس بالفلوس، بس لو خدت السلسلة هتقعد تدور عليها. أعمل إيه؟ بلاش أخد الفلوس لا تكون بتاعت جوزها، أنا أخد السلسلة وهي هتفكر إنها ضاعت. وقبل ما تدخل الأوضة خدت السلسلة وخبيتها بسرعة في هدومي، ولما جت قالت لي أهي الحاجة اهي كلها، لو محتاجة أي حاجة قوليلي، انت عارفة انت أختي وأنا عمري ما هتأخر عليكي في أي حاجة. قلت لها تسلمي، وخدت منها الكتب والهدوم ومشيت بسرعة. واللي حصل بعدها ما يخطرش على بال حد. اسمي فريدة، عمري 32 سنة، متجوزة وعندي 3 عيال. واللي كنت بكلمها دي أختي فرح. أنا وفرح حكايتنا بتبتدي لما كريم ابن عمي تقدم لي، وأنا وقتها كنت في الكلية وما كنتش مقتنعة بيه نهائي. حتى فرح قالت لي بصراحة بلاش، لأن كريم شخصية سطحية قوي وبتاع مظاهر ومش قد المسؤولية، بيشتغل يوم و10 لأ، وأنا خايفة عليكي منه. فكرت في كلامها، بس أمي كانت مقتنعة بيه جدا